عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله بصحه جيده البنات. اليوم ما شاء الله فيديو جديده البنات، وشهيوه جديده. اليوم ما شاء الله غادي نقدموا واحد البسبوسه البنات بالبافو، كتجي غزاله في المنظر ولا في المذاق. باش تمشيو البنات فين؟ بقاو معايا ان شاء الله ندوزوا لائحه المقادير. الغزاله ديالي بالنسبه للمقادير ديال البسبوسه راهم ساهلين البنات بزاف وكنظن متواجدين في اي بيت، يعني ما فيهمش مقادير مكلفه. عندي هنا 4 كاس ديال العصير ديال الحامض، عندي كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال سنيده، واحد دانون بيرلي، 2 كيسان ديال الفينو، 2 ديال الخمارات، 2 حبات ديال البيض، 2 معالق كبار ديال البافو، واحد القشره ديال الحامضه. يمكن لكم البنات اللي ما عندوش القشره ديال الحامض يمكن لكم تعوضوها بالنكهه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نبداو في التحضير ديال البسبوسه ديالنا. هنا الغزاله ديال اول حاجه غادي ندير البيض. من الاحسن البنات يكون بحراره ديال المطبخ. واحد القريصه البنات ديروها ضروري ديال الملحه. هنا البنات غادي نضيف هاد كاس لاروب ديال السكر سنيده، وغادي نضربهم البنات مزيان حتى يبيض ليا الخليط. عاد غادي ندوز باش نضيف الزيت ودانون والحامض. بقاو معايا. هنا الغزالات ديالي دابا غادي نضيف الزيت، غادي نضيفو شويه بشويه، ومن بعد غادي ندير في الحامض ونضيف دانون ونتلاقاو. هنا الحبيبات ديالي دابا غادي نضيف الخمارات، 2 خمارات. بالنسبه للعبار عبرت بالكاس ديال العنبه. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش ما توفرش لكم دانون بيرلي، يمكن لكم البنات ديروا دانون ديال النكهه ديال الحامض. هنا غادي نضيف 2 كيسان ديال الفينو، غادي نخلي واحد شويه حتى نخلط هادشي وعاد نزيدو. هنا عندي 2 معالق كبار ديال البافو. بالنسبه هنا البنات المعلقه ديال البافو راه ما كاينش حتى شي 2 دراهم بحال هكاك، ما واصلاش. دابا غادي نخلط جميع المكونات وغادي نضيف هاد الفينو اللي بقى ليا وندوز ان شاء الله نتلاقاو باش نديروها في المول. هنا الغزالات هذا هو الخليط كيجي بحال هكا كما كتشوفوا. هنا البنات انا خديت هاد المول غادي نديرو في هاد المول هذا. دهنتوها البنات بالزبده ورشيتو بشويه ديال الفينو. يمكن لكم البنات ديروا اي مول عندكم، كما يمكن لكم البنات ديروهم فرديين، ويمكن لكم طيبوهم حتى في لي مول ديال السيليكون، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا هنا البنات غادي ندخلها للفران بارد وغادي نقص على البوطه ونخليها حتى طيب على خاطرها وندوزو ان شاء الله باش نوجدو. بالنسبه للسيرو هنا عندي كاس ونص ديال الماء، غادي نضيف عليه كاس لاروب ديال السكر سنيده، وغادي نضيف عليه البنات واحد ديك الحامضه اللي عصرنا. هنا البنات درت داك الطريف ديال الحامض. هنا البنات درت داك الطريف ديال الحامض. هنا البنات غنديرو فوق البوطه يغلي واحد ما بين 5 دقائق حتى ل 10 دقائق حتى يغلي مزيان ونطفيو عليه. ويكون البنات ضروري يكون السيرو بارد باش تكون البسبوسه ديالنا سخونه او لا العكس. المهم دابا غادي ندوز نشعل عليه ونتلاقاو. وهنا الزوينات ديالي هذا هو الشكل ديال البسبوسه ملي كطيب كيجي على هذا الشكل هذا. كتجي البنات غزاله خطيره، خصهم دوك الحبيبات ديال البافو كيعطيوها واحد اللوين من الداخل غزال. هنا البنات السيرو ها هو وجد. هنا البنات غادي نسقيها. هنا البنات من الاحسن نسقيوها في المول. انا هنا غادي نسقيها مزيان. وبالنسبه هنا البنات للتزيين انا غادي نزينها بشويه ديال اللوز ايفيلي، وخديت هاد الشوكولاط بالنكهه ديال الليمون، وهذا بالنكهه ديال الحامض. بالنسبه للتزيين البنات كيمكن لي يبقى اختياري، يمكن لكم البنات تخليوها غير بحال هكا راه كتجي زوينه. المهم انا غادي نكمل البنات البسبوسه ديالتي بالسقوه ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وهذا الغزالات هو الشكل ديال البسبوسه ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا. درت هنا شويه اللوز ايفيلي، شويه ديال الشوكولاط بالنكهه ديال الحامض، وهنا الشوكولاط بالنكهه ديال الليمون. هذا هو الشكل ديالها البنات. نتمنى تنال اعجابكم وبالصحه والراحه.